السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين النهارده عملنا شوربة لسان عصفور بالخضار. طريقتها سهلة جدا وطعمها جميل ومبتاخدش وقت مننا ومغذية. معانا المقادير: معانا معلقتين زيت ومعلقة سمنة، معانا شوربة، الخضار بتاعنا بطاطس وبسلة وجزر، طبعا لو متوفر كوسة او فاصوليا خضرا بنستخدمها، ومعانا كوبايتين من لسان العصفور. اول حاجة حطينا حلة على النار ونزلنا عليها بمعلقتين الزيت ومعلقة السمنة يسخنوا معانا. هننزل عليهم لسان العصفور بالشكل ده، هنقلبهم كويس. انا مهديه النار مع التقليب المستمر عشان كله ياخد لون واحد. اذكروا الله وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بشكر كل حبيبي متابعيني على كومنتاتكم الجميله واللايكات بتاعتكم، تسلموا لي يا رب. اجمل عيله واجمل متابعين. والناس الجديده عندنا في القناه اهلا وسهلا بيكم، بيتكم التاني، نورتوني وشرفتوني. خد لون دهبي معانا بالشكل ده، هننزل عليه بالخضار. هنشوح الخضار كويس معاه لغايه ما ياخد اللون المناسب. نزلنا كده بالبسله والجزر، هنقلب كويس. لو الاولاد مش بيحبوا شوربه الخضار مع لسان العصفور بجد تحفه، ريحتها وطعمها جميل جدا. نقلبه بالشكل ده، هننزل عليه بالبطاطس وهنشوحهم كويس لغايه لسان العصفور ما يوصل للون المناسب معانا. طبعا لو حابين نضيف عود كرفس بيبقى جميل جدا، بيدي ريحه وطعم حلو للشوربه لو متوفر. نقلبه كويس بالشكل ده. انا معايا شوربه فراخ، ولو مش متوفر شوربه خالص عندنا ممكن نستخدم ميه ومكعب مرق. زي ما قلت لكم بنقلب باستمرار. كده خلاص خد لون معانا مناسب ما شاء الله. الخضار اتشوح كويس مع لسان العصفور. هننزل عليه بالشوربة ونهدي النار لغاية ما يستوي معانا تماما. حاجة كده سهلة وسريعة ومغذية جدا. طبعا الشوربة بتاعتنا عليها التوابل، حاطة رشة صغيرة فلفل اسود، كمون، كزبرة. خلاص كده ما شاء الله استوى معانا. الخضار مستوي ولسان العصفور مستوي جميل جدا. خلص معانا احلى شوربة خضار بلسان العصفور او عصفور بالخضار. اتمنى الوصفة تعجبكم. حابة متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.